هنعمل النهارده ان شاء الله عجينه القرنبيط. هحط كوبايه دقيق وعليهم معلقه نشا. انا بحب اضيف قوي العجينه معلقه نشا، بتديها كده قرمشه حلوه كده. وخضره مستخدمه كزبره وشمار، وتقدروا تستخدموا بقدونس لو حابين. وبيضه واحده لاني مش مستخدمه كميه كبيره، انا عامله كميه قليله. وهضيف نص معلقه ثوم اهي يا جماعه، وكمان هضيف الميه. بس كده، دي كل المكونات. سهلة وبسيطة جدا وطعمها حلو على فكرة. نزلت باقي النشا وهقلب كل مكوناتي حلو مع بعض. انا عن نفسي ما بحبش اخلي العجينة بتاعة القرنبيط تخينة، ما بحبش يبقى على الخضار بتاعي طبقة تقيلة كده من العجين، لا. فبخلي العجينة بتاعتي خفيفة. ومش بس تستخدموها للقرنبيط، دي بتبقى حلوة قوي كمان مع البطاطس، مع البتنجان. يعني انا عملت بيها قرنبيط وبطاطس، ولو كان عندي بتنجان كنت عملته معاكم. بس هبقى اعمله لكم على مره ان شاء الله. حطيت ملح وكزبره وكمون وحته شطه. لازم شطه معاها يا جماعه، بيبقى طعمها حلو. بس انتوا مش حابين الشطه عادي. بس وقلبت مكوناتي حلو قوي مع بعض، وكده خلصت العجينه بكل سهوله وبكل بساطه. اسفه كمان مره على التصوير اللي انا شايفاه ده، بس استحملوني لحد ما اتعلم يا جماعه. ادي يا جماعه دي عجينه القرنبيط اللي احنا عملناها، وهنبتدي نقلي مع بعض. طبعا احنا مش بنستخدمها في القرنبيط بس، بنقلي بيها بطاطس وبتنجان، وبتطلع حلوه قوي على فكره. ادي تقليبه كده العجينه بتاعتي، وانا مبحبهاش تكون تخينه قوي بصراحه. دلوقتي بقى هنزل بالقرنبيط. ده مجمد يا جماعه، ماما جابتهولي بصراحه من بدري، بس انا ما كانش فيه فرصه ان انا اعمله. انا هكمل تصوير بايدي بقى، واستحملوني لحد ما اتعلم اشتغل على الستاند. حمر بقى القرنبيط بتاعنا زيت سخن. القرنبيط بتاعنا اهو بيستوي. وهنا جهزت بطاطس مقطعها رفيعه كده عشان اعملها في باقي العجينه اللي هتفضل. طلعنا اول حبه، ندي التانية، واحط البطاطس بقى في باقي العجينه. ادي البطاطس حمرتها ومقرمشه وتحفه. وادي القرنبيط، وقدمت جنبه خضار كده، طماطم وجرجير وفلفل اخضر. بس وده يعني الفيديو بتاعنا بكل بساطة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.